بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. نفس لعبة الزمالك والمصري، البنا يرفض احتساب هدفا لسبورتنج أمام منتخب السويس. يبدو أن محمود البنا الحكم الدولي يعشق الكرات المثيرة، بالأخص بعدما رفض احتساب هدف لفريق سبورتنج أمام منتخب السويس في المباراة التي أقيمت ضمن الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز. والتقى منتخب السويس مع سبورتنج مساء يوم الخميس الماضي ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس. وبحلول الدقيقة 14 من زمن المباراة رفض محمود البنا احتساب كرة لفريق سبورتنج فيها شك كبير، بعدما سدد لاعب سبورتنج الكرة قوية وصلت لحارس فريق منتخب السويس، وبعدين من ثم تركها من على خط المرمى. ورفض البنا احتساب الكرة هدفا لعدم تخطيها خط المرمى من وجهة نظره. وتعد هذه اللقطة نفس لعبة مباراة الزمالك مع المصري البورسعيدي في الجولة 26 لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي سددها خلالها أحمد مصطفى زيزو كرة من نقطة الجزاء، ومن ثم اصطدمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى، وأيضا لم يحتسبها الحكم. وخسر وقتها الزمالك المباراة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب. اللافت للنظر أن العامل المشترك في اللعبتين هو محمود البنا نفسه، الذي كان يدير مباراة الزمالك والمصري من غرفة تقنية الفيديو، وكان يعاون يوسف البساطي، بينما أدار البنا مباراة سبورتنج ومنتخب السويس كحكم ساحة. شوف يا سبحان الله، إن ربك لبالمرصاد. يعني هو أنا عمل الغلطة في ماتش الزمالك وتردت له يعني هم حبوا يكافئوه في ماتش الترجي، دورة الترجي، ربنا برضك إيه، وقع في نفس الغلط. يعني شوف سبحان الله. حالة وحيدة للعب مباراة الأهلي، رد حاسم من الزمالك بشأن لقاء القمة. كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن الحالة الوحيدة التي يخوض بها الفارس الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 25/6. وقال أحمد سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكرة مع فايق: لو اتحاد الكرة ورابطة الأندية تواصلوا معنا برضو مش هنلعب ماتش القمة مهما كانت العقوبات، مشيرا إلى أن المبادئ والمواقف الثابتة والوصول إلى أي حق أكيد بيبقى له خسائر. وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: طول ما أنا صاحب حق ومحدش يلمس كرامة نادي الزمالك أو قيمته، مستعدين نقدم تضحيات وبدون أي ألم. لافتا إلى أن أهم شيء أن يأخذ الزمالك حقه والمنظومة كلها تنتظم بجد، سواء تحكيميا أو تنظيميا. وعن الحالة الوحيدة التي يخوض بها الفارس الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي، أكد سالم: المشكلة إن مباراة الأهلي من الدور الثاني، هات لي أي مباراة من الدور الأول وخلص لي ماتشات الدور الأول، وأنا مش هيبقى عندي مشكلة وليا ولا لجميع الفرق الأخرى. وشدد متحدث الزمالك على أن النادي الأهلي ليس طرفا في المشكلة، إنما المشكلة أن المباراة من الدور الثاني. وعلى سبيل المثال أن المباراة أمام الإسماعيلي في الدور الثاني، لو أن المباراة مع الإسماعيلي في الدور الثاني كان سيتخذ الزمالك نفس الموقف. بصراحة كلام هادي ومحترم ومية مية. بصراحة لما هو بيطلب حق نادي الزمالك بهدوء، ما الراجل ما بيطلبش حاجة معجزة يعني، ولا بيقول لهم اعملوا معجزة. طب ما اللي يخليك تلعب تلعب الزمالك والأهلي، طب ما تلعب الماتشات اللي هي بتاعت الدور الأولاني وبعد كده الزمالك والأهلي، ما ده ماتش مكان ماتش. ايه يعني اللي لازم عايز تحط ده في المكان ده وفي الوقت ده بالذات ليه؟ ما تعرفش، هو هدف في دماغهم. انا عارف هو عشان الزمالك اليومين دول فيه اصابات، فهو عايز يستفيد بالفرصة ديت، والاهلي يستفيد برضه. اجتماع بين حسين لبيب وأحمد دياب. كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن عقد اجتماع اليوم السبت يجمع بين رئيس نادي الزمالك حسين لبيب ونظيره في رابطة الأندية أحمد دياب. وقال أحمد سالم: نعم، هناك اجتماع سيعقد اليوم بين حسين لبيب وأحمد دياب بناء على دعوة من رئيس الرابطة، وإن الاجتماع جاء بعد طلب من دياب الذي يرغب في توضيح موقف رابطة الأندية للزمالك بشأن كل الأزمات التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بجدول مباريات الموسم الجاري من الدوري. كما أنه خلال الاجتماع ستكون هناك محاولات لتقارب وجهات النظر وعلاج الأزمة القائمة حاليا. ويرفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أعلن نيته عدم المشاركة في أي لقاء إلا بس بعد استكمال مؤجلات جميع الأندية.
وشهد اليوم السبت إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف. أوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة إلى أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا. أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباراة أقل من الأهلي. أيوة، يجتمعوا مع رئيس نادي الزمالك، لازم يعرفوا مقدار نادي الزمالك ويعرفوا إن الزمالك فريق مش قليل، فريق مش ضعيف، عشان هما مثلا إيه يتحكموا فيه لا لا تلعب ما تلعبش، لا عادي، لازم يقعدوا معانا ويعتبروا إن الزمالك ده فريق قوي، مش أي كلام، ونقعد معاهم ونملي شروطنا برضه. ده عامل زي فرح، احنا لو ما حضرناش الفرح باظ، مش مهم يبوظ، بس احنا ما نقولهمش اللي في دماغهم. يقول لك ايه، طب هنعمل عليكم عقوبات، ايه اعمل عقوبات ولا يهمنا، ما يهمناش حاجه خالص، اعمل عقوبات زي ما انت عايز، بس انا بوظت لك الفرح بتاعك، انت عايز تحتفل بالفريق بتاعك وتلمعه، احنا مش هنديك فرصه تلمعه بس. وبالخبر ده بتكون نهايه الفيديو بتاعنا، شكرا لكم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.